السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفساد وما أدراك الفساد. في دراسة أجريت أواخر سنة 2022 أعطتنا في الرتبة الرابعة وزارة الداخلية، وما بغتش تسرط ليا. وزارة الداخلية من المؤسسات التي يجب أن تكون في المراتب الأولى. للأسف الشديد خذت المرتبة الرابعة في دراسة حول مدى ثقة المواطنين المغاربة في المؤسسات المنتخبة وغير المنتخبة. وبالطبع يعني النخب السياسية في بلادنا تبارك الله ما شاء الله جاوا في الرتبة الأخيرة، أي أن الشعب المغربي لا يثق أبدا في النخب السياسية. ولكن موضوع اليوم حول وزارة الداخلية ولماذا احتلت الرتبة الرابعة. لا يختلف اثنان على أن الرشوة متفشية داخل صفوف بعض القياد، بعض البشوات، بعض رؤساء الدوائر، وكذلك للأسف الشديد هناك من العمال من خانوا ثقة الملك فيهم للأسف الشديد، وراكموا الثروة على حساب الوطن وعلى حساب المواطن. اليوم غادي نتكلم على القائد اولا اللي تم التوقيف ديالو من طرف السيد عامل اقليم سطات مشكور، وتم اتخاذ اجراء اخر في الحق ديالو من طرف السيد وزير الداخليه، هو يعني انهاء المهام ديالو، اي انه كان قائدا واليوم اصبح بدون مهمه، تم اعفاؤه من منصبه. للاسف الشديد الانسان كيكون همه وشان وكيختار انه يولي مدلول دليل. هذا غير واحد من عادات ديال الناس. اليوم كنتمنى من السيد عامل اقليم سطات واؤكد عليها اننا لازلنا ننتظر قراره في رئيس دائرة بن حمد الشمالية، واللي تكلمت على أنه استفد الابن ديالو باستغلال المنصب ديالو هو كرئيس يعني لجنة من مشروع ديال المبادرة. كذلك كيدوز مشاريع تابعة للجماعات اللي تابعة ليه ترابيا للشركة ديال الابن ديالو. كنتمنى أنه يتم فتح تحقيق مع هذا السيد هذا ويتخاذ في حقه إجراء، لأن هاد الناس يسيئون إلى المملكة المغربية ويسيئون كذلك إلى صورة المسؤول المغربي. من بين الرسائل اللي وصلتني عبر الخاص من طرف مجهول، قائد قيادة بني مسكين دائما في إقليم سطات للأسف الشديد، قائد قيادة بني مسكين الغربية يبيع أراضي الجموع الكاعات التابعة لدوار صوالحة بمقابل مادي، بحيث أنه أصبح لزاما على سكان دوار صوالحة من أراد الحصول على كاعة التفاوض مع القائد ودفع مقابل مادي للحصول عليها، كما أنه سمح لأشخاص بعينهم بالتمادي على حرمة أراضي الجموع. زيادة على ذلك مواصلته التماطل في انتخاب المجلس النيابي الذي انتهت ولايته منذ ما يزيد عن 4 أشهر. تبارك الله ما شاء الله. لذا نطلب من السيد الكاتب العام وعامل صاحب الجلالة لإقليم سطات التدخل العاجل والفوري بعين المكان للوقوف على حجم الخروقات والتجاوزات التي كان سببها قائد قيادة بني مسكين الغربية أو الغربة. الناس مني كيتواصلوا مع بعض الجهات المسؤولة وكيحسوا بأن الصوت ديالهم ما وصلش، فكيختاروا أنهم يتواصلوا معنا كمؤثرين وكأناس عندهم اليقين بأننا غادي نوصلوا الصوت ديالهم. أولا شكرا لجميع المغاربة اللي كيوضعوا فينا الثقة، وكونوا على يقين بأنه أي شخص غادي يتواصل معنا على شي مسؤول فاسد أو أنه يتم طلب فتح تحقيق مع شي مسؤول في شي منطقة معينة، إلا وغادي نديروا فيديو عليه وغادي نطلبوا من الجهات المسؤولة بالمنطقة التابعة له أنها تفتح معاه تحقيق. علاش؟ لأننا نعشق هذا الوطن، لأننا نحب هذا الوطن، ماشي في حالكم أيها الخونة أيها المرتزقة يا من فضلتم مصلحتكم عن مصلحة الوطن وعن مصلحة المواطن. لا يوجد مغربي واحد لا يقدر المجهودات التي يقوم بها ملك البلاد حفظه الله رغم حالته الصحية التي نتمنى له إن شاء الله أن نسمع عنه كل خير، وكنتمنى أننا دائما نشوفوه بصحة وعافية.
لأنه الضمان الوحيد للأمن والاستقرار في المملكة المغربية بعد الله عز وجل. فكنتمناو من السيد عامل إقليم سطات وكنتمناو من السيد وزير الداخلية أنهم ياخذوا الفيديوهات ديالنا بصورة إيجابية، وأنهم يفتحوا تحقيقات مع هاد الناس اللي كنتكلموا عليهم، من أجل أن ترتقي وزارة الداخلية وأن تكون في المراتب دائما الأولى، لأن هاد الناس هادو يسيئون إلى وزارة الداخلية كما يسيئون إلى الوطن وإلى المواطن، وأنا شخصيا أعتبرهم مجرد خونة، يعني أناس ألقيت على العاتق ديالهم المسؤولية وخانوا الأمانة واختاروا أن يطعنوا هذا البلد في ظهره. للأسف الشديد، رغم أننا كلنا كنعرفوا بأننا نعيش حرب صامتة ضد دول يعني مستعمرة، دول يعني تريد أن تحكم اقتصادات الدول الإفريقية بالقوة، كذلك حجم الأحقاد المجاورة، ولا داعي لذكر اسم هذه الدول. فالحمد لله أن المغرب واقف على رجليه ولا زال صامدا، وهذا يرجع فضله إلى السياسة الرشيدة لملك البلاد، وكذلك إلى شرفاء هذا الوطن في كل المؤسسات، ومن بينها المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية ومؤسسة الدرك والقضاء، وكذلك مؤسسة وزارة الداخلية. نعلم يقينا على أنه كاينين ولاد الناس، فين ما مشيتي كاين الفساد، كاين الصالح وكاين الطالح. عندنا اليقين بأنه كاينين ولاد الناس. كنتمناو أننا نكون يدا في التغيير، يدا في الإصلاح، يدا في فضح المفسدين، وأن تتخذ في حقهم الإجراءات الصارمة إن شاء الله بإذن الله، ليكونوا عبرة لوحدين أخرين. هذا الأسبوع ما زلنا في فيديو آخر إن شاء الله بعد غد على منطقة سطات، وكنتمناو أننا نتكلموا على أنه تم اتخاذ يعني شي قرار إيجابي وقرار اللي فرحنا في حق هذا القائد هذا، إذا ما ثبت في حقه هذه الرسائل اللي كتوصلنا الإخوان، لأننا دائما نطالب فقط في فتح تحقيق والتأكد من المعلومات التي تصلنا، رغم الثقة ديالنا في هاد الناس اللي كيوصلوا لنا هاد الرسائل. تحية كبيرة لكم الإخوان. عاشت المملكة المغربية ملكا وشعبا، ولا عاش الخونة. السلام عليكم.